لما يكون عندك ايقاف قيد، لما يكون عندك لعيبه ما بتاخدش مستحقاتها، لما يكون عندك 18 قضيه، لما يكون عندك اعلام واقف ضدك تماما، لما يكون عندك منظمات كتير ومؤسسات كتير مش معاك عليك، فمرحبا بيك في نادي الزمالك. عزيزي الزملكاوي الجدع الراجل المحترم، زي ما قلت وهفضل اقول، تشجيع الزملكاويه مش لاي حد، لازم تكون راجل جامد جدا جدا جدا. تمام. نصلي على النبي الاول ونخش بقى في الموضوع. معانا حلقه سخنه جدا جدا جدا، هنتكلم عن حاجات كتير جدا، اهمها ايقاف القيد. الزمالك رايح ورخصه ومش رخصه شويه كعبانه كده، بس نبدا بشويه ارقام ايه بسيطه. نشوف القواضي اللي 18 قضيه كتير، فنشوف القواضي دي بكام ومين السبب، انا ولا انت. هغني خلاص. نخش بسم الله الرحمن الرحيم. جوميز مخبي 120,000، حاجه بسيطه. مساعدين جوميز 160,000، هو كان جايب الاسره تقريبا. تمام. كريستيان جروس 133,000، رقم برضه. فرجاني الساسي 505، مش فاهم الرقم، قفلهم 500 وخلاص يعني، مش لازم الخمسه. شيكو بانزا 200، جوزميات مش عارف حرام الجوزميات دول. 170 عداية الدباغ. تمام. صلاح مصدق 250، مش عارف مين اللي دفع فيه الرقم ده كتير قوي، 250 جنيه ده اخره بما يرضي الله. خوان الفينا مليون و100، لوكشه حلوه دي، سروات جامد بصراحه. ابراهيم انضاي مليون 600، مش جامد خالص. ابراهيم انضاي ده اسوأ صفقه دخل نادي الزمالك، ده كان بينط ما بيجريش. واخد بالك بنتائج 500، واخد بالك انت. اتحاد طنجه ما اعرفش مين اتحاد طنجه، وعايز مننا 350,000، هو عايز مننا فلوس يعني. تمام. الجفالي يا باشا عاوز 80,000 على الهادي، الواد ده بالراحه ده يعني. 80,000 دول اي حاجه يعني معايا، انت ركز شويه ها؟ تمام. سامسون، هو سامسون بصراحه 600,000 خساره فيه 600 جنيه. مصيبه برضو سامسون يعني، مش ايه الاسم ده اصلا. واخد بالك. وفيريرا مش مكتوب الرقم، قال لك لا مخبيينه ومش عايزين. طب نشوف اجمالي يا باشا. مجلس الاداره اللي فات ورطنا في كام، ومجلس الاداره اللي جاي ده ورطنا في ايه، في كام. صلي على النبي، صلينا على النبي. المجلس القديم حطينا في 2 مليون 700 الف دولار. مكعبين حاجات بسيطه. هم شاف ثلاث قواضي تقريبا، كان فرجاني ساسي واخد بالك انت، ومعاه اخويا هيما، ومعاه اخويا سامسون، واخد بالك. هم الثلاثه دول لوكشه حلوه دماغ، واخد بالك انت. كانوا ثلاثه، راح قال لك لا قفلهم 18، واخد بالك انت. تمام. دي كام؟ مليون 700. خلصنا. مجلس الاداره الجديد بقى حطينا في 3 مليون و23 الف. بس عايز اقول لك ده ليه وده ملوش، وده ليه دعوه وده ملوش دعوه، وده عمل ايه وده خلاه، لا هي ارقام، ارقام يا باشا، ارقام. ده حطك في 2 مليون 700، والتاني حطك في 3 مليون 23 الف. هنتكلم برضه على تفاصيلهم، بس خلينا نبدا بايقاف القيد. خلصنا كام من 17 من 18 قضيه؟ قضيه واحده. هي قضيه واحده بس اللي خلصناها. طب بالنسبه للكبشه القوي، طب الرخصه، طب ايقاف القيد، طب الاعلام الاهلاوي اللي بيقول لك خلاص يا باشا الاهلي داخل، سيبك منه. اقسم لك بالله انا بفرح لما بشوفهم كده. تحس ان خلاص الدنيا خلاص بتنهار عندهم، بس هم يعني بيحتاجوا ايه؟ مسكنات، ملينات، شويه حاجات كده عشان الدنيا تريح شويه، لان هم عندهم مشاكل كبيره. بس لو نشوف ايقاف القيد هيتحل ازاي. هل لو كنا كسبنا الكونفدراليه كان ايقاف القيد هيتحل بالرقم ده؟ لا طبعا. يعني انت بتتكلم كنت هتاخد كام؟ 3 مليون، مش هيتحل برضه، فيه شويه كسور كده شويه حاجات. وبعدين اصلا تقريبا انت 2 مليون قبضت منهم 600,000، ما اعرفش مليون و400 ده راحوا فين. يعني بيقول لك عندنا غرامات وعلينا، فالكونفدراليه ما كانتش هتحل الدنيا. هتحلوها ازاي؟ اتحاد الكوره هيزق مع الزمالك ويظبط معاه الليله على الدغري. ايه المشكله؟ ما هو بيزق مع انديه كتير، ما هو زق مع الاهلي كتير قوي. ما هو عقد زيزو ب 5 مليون دولار، ايه 5 مليون جنيه، هو بياخد 100 مليون. ما صباح الفل. ما الهم طايلني وطايل يا باشا، ما تركزش معايا او ما انت الدنيا بايظه عندك بما يرضي الله. فخلينا بقى ايه، زقه وزقه ايه يعني، على الدغري وعلى السخان مع بعضينا نركز مع بعض. فانت يا باشا بتتظبط وانا بتظبط، ما بنكرش، مفيش حاجه اسمها انكار. انا يا باشا معاك. ايه المشكله لما يزقني واحده ويزقك واحده والدنيا ماشيه، ولا بتيجي لحد عندنا وتقف في الزور؟ فان الزمالك يسد كل دول شيء صعب، بس هو لازم يسد عشان يعمل ايه؟ عشان يجيب صفقات. هتكمل باللعيبه دي الموسم اللي جاي كمان؟ حرام عليك بما يرضي الله. اللعيبه خلاص يا جماعه في اخر الموسم مش كانت مربطه رجليها خلاص، كله مربط دماغه خلاص. فاللعيبه استوت يا جدعان، فمش هينفع اكمل بدول، فلازم اخلص دول. دول لازم يخلصوا 3 مليون، واضافه 2 مليون سوبر حوالي بتاع رقم يا جدعان 5 مليون دولار. دول لازم يدفعوا، او داخلين في 5 مليون وشويه. لازم يدفعوا عشان تجيب لعيب. بعدين انت شايف انت مضي مين ومضي مين، طب هيجوا منين؟ انا عن نفسي ما اعرفش. المحل الوحيد بس ليه كارد. 5 مليون دول عاملين رقم حوالي بتاع كتير، او حوالي بتاع 300 مليون جنيه ولا حاجه. فعاملين رقم وقدره حلو ورقم محمل كده. فالحل الوحيد بقى تاخد كارد، او تشوف العضويه مثلا هتطلع لك ملمين ولا حاجه وتظبط معاك اللقطه ماشي. بس انت لازم تسد دول 300 مليون دول، لازم رعاه بقى اتعامل. تمام. سديناهم.
واخد بالك انت، خدنا الرخصه خدنا الرخصه، طب مثلا اديناهمش خدنا الرخصه على مسؤوليتي خدنا الرخصه. طب يا باشا انتوا بتتجاملوا يا باشا، انتوا يا عم في ايه يعني؟ يا عم ده انا اول مره في حياتي اتجامل، ده انا فرحان ان انا بتجامل يعني، انا بقرب شويه اهو. ايه المشكله يا صاحبي لما تجامل؟ ما انت بتتجامل، ما واحده واحده والدنيا حلوه تمام. الرخصه يا باشا هناخدها، وسيبك من الناحيه التانيه مولعين يا باشا عندهم. بص ايه، في فرح العمده هناك هم دايما بيعملوا كده. الاهلي طول عمره بيعمل كده، عنده التركايه دي. انت لو اهلاوي من زمان او زملكاوي هتعرف يا باشا، هم بيودوك في حته وهم في حته. انت بتتكلم شوف صارفين قد ايه يا مسلم، ده انت بتدفع ل 11 محترف ما حدش يتكلم، بتدفع ل3 مدربين ما حدش يتكلم، هتدي مدرب 5 شهور راتبه اتشهر ب 300 دول. اللي انا كنت خلصت اللي عليا 7 شهور ولا 5 شهور راتبه 300,000 يعني مليون ونص، ادهم لي كنت خلصت قضيه من اللي عليا ومحدش فتح بقه. 11 محترف شوف بياخدوا كده، الراجل ده انت بتدفع للعيبه بره النادي بتاعك ومحدش بيتكلم. عقود لعيبه ب5 مليون والدنيا بتمشي وصباح الفل ويلا عديها والدنيا حلوه. جاي لي على الدقيقتين دول، جاي لي على البصتين دول اللي بصت الرحمه، ده انا بصيت لي بصه شفقه يعني، الناس بتوجب معايا بتروق عليا شويه. ايه المشكله يا ابن عم؟ وزمر وطبل وهنخش احنا مكان مفيش منه الكلام ده. اسمع مني، الاهلي بيسيطر في شويه حاجات انا هقولها لك. ماتش تحكيم اعلام يجي كده، طب اعلام يجي كده، ما هو برضه الاهلاوي عنده تركايه مش بمزاجه. هفهمها لك انا، انت اخويا الصغير. بص صلي على النبي. التركايه اللي عنده ان هو دايما شايف الكفه بتاعته كده، يعني هو دايما على طول واخد حقه وزياده تمام. فهي لما بتيجي كده بس يا صاحبي اللي تتعادل بس كده بيتضايق، اقسم لك ما ينفعش معايا انا باشا، انا متعادل عليا كده فخلاص بقى حق مكتسب. انا بالنسبه لي التحكيم لو مش كده والاعلام لو مش كده واتحاد الكوره لو مش كده، انا كده مش واخد حقي. ما هو مش حقك يا ابني، ركز معايا شويه. لما انت تلاقي الدنيا كده فهو كده، ده الطبيعي. بس انت بالنسبه لك مش، انا عذرك اقسم لك بالله، انا عذرك ان الفتره الاخيره دي اتحاد الكوره بصراحه يعني، ما عدا المنتخب طبعا ده ملوش دعوه، المنتخب ده في قصه تانيه خالص. اتحاد الكوره عامل شويه حاجات حلوه في الدوري، سواء من نظام الدوري او شاف كاس العاصمه وشويه حاجات كده تفاصيل نتكلم بما يرضي الله. طالما انت بتعمل صح هقول لك انت بتعمل صح، مكعبل الدنيا هقول لك انت مكعبل الدنيا، الراجل صريح تمام. فانت الفتره دي مروق ومدلع علينا بصراحه، وكان بطوله، والبطوله اللي فاتت بتاعت الدوري كانت سخنه. وزي ما قلتها وهقولها، لو كان الزمالك او اي فريق خد الدوري ما عدا الاهلي طبعا، بطوله حلوه وسخنه كده واخر مره والطياره جايه. جالك دوري في طياره؟ لا جالي في طياره لا، هيجي لك في طياره، عارف جالك في قطر بيشيلك ويريحك، خد بالك. نركز شويه فانا تروح عليا يا باشا، ايه المشكله؟ متضايق؟ اتضايق تمام. فالرخصه هاخدها غصب عن اي حد هاخدها تمام. نخش بقى على نقطه مهمه جدا بالنسبه لي، نقطه الاعلام، الاعلام العام يعني في عندنا مهمش كل حاجه عملها الزمالك يا باشا. ده انا ايدي مقطوعه ورجلي مقطوعه وبجري. انت ايه رايك في الموضوع ده بما يرضي الله؟ هل الزمالك خد حقه من الاعلام؟ خد حقه اللي هو في الضياع و18 قضيه قيد والعيال ما تاخدش فلوسها وي وي وي، وعندك بيراميدز بياخد فلوسه والاهلي بياخد فلوسه، كل الفرق تاخد فلوسها مع الزمالك. عايز الزمالك والاسماعيلي نزل درجه ثانيه، بس الفرقتين دول اللي عندهم ايقاف كده وعندهم مشاكل. فانت يا باشا ليه ما بتدينيش حق؟ ليه 3 لعيبه بس في المنتخب من الزمالك؟ ليه 8 لعيبه من المركز الثالث؟ واقسم لك بالله الاهلاويه مرضيين على الاختيارات. تخيل الاهلاويه ذات نفسهم مش راضيين على اختيارات الكابتن حسام. ليه؟ ليه دي انا وراه شويه شكوك، وما اعرفش كده هديك تفصيله كده يمكن تلبس، بس انا حاسسها، حاسس ان الكابتن حسام مدرب الاهلي القادم. مش عارف بعد كاس العالم حاسسها كده. بس هو تقريبا كده راح يدرب الاهلي يعني، شيل مرموش كده واخد بالك، شيل مين تاني؟ هو مرموش بس تقريبا، شيله كده هتلاقي الاهلي كله بيلعب. هتحط صلاح ومرموش هيبقى صلاح ومرموش بس والاهلي كله بيلعب. هذا الاهلي متفوق بدنيا يعني، بدنيا جامد فشخ فخده، لا مفيش منه الكلام ده. برضه التركه ده انا مش فاهمها برضه كابتن حس، هنتكلم عليك انت. عندك ماتش بلجيكا، بلجيكا كانت بتلعب النهارده كسبت 2-0 كرواتيا، اقسم لك بالله عندهم عيال اسمه دوكو قد الاستاند اللي انا بصور عليه ده، هيمثل بالمدافعين فيلم الارض، فيلم الارض كله هيتمثل بيهم. اما بقى مقارنه بسيطه عشان برضه بما يرضي الله ندي كل واحد حقه، فرق بين مجلس اداره الاهلي واداره الزمالك الحالي بلاش السابق. الحالي بقى برضه جاي عيني لا الدنيا مش احسن حاجه، هو كل مجلس اداره بيجي بيلاقي الدنيا مش احسن حاجه بما يرضي الله. حتى مجلس الاداره السابق جه برضه 2014 ما لقاش نادي، عشان نتكلم برضه بكل صراحه ما لقاش نادي اصلا، يعني اقل مجلس ده جه لقى نادي بلعيبه يعني، جه لقى حاجه. لكن مجلس الاداره فات ما جاش لقى حاجه، هو جه لقاها كده زي ما هو. مجلس الاداره الحالي ولا السابق يتفوق؟ الاثنين يا عيني اتظلم. اي نعم مجلس الاداره ده مش نافع راح في داهيه، فخلينا برضه نتكلم، بس الاثنين مظلومين، الراجل جاي على ارض مش نافعه. فنتكلم برضه بما يرضي الله، اي حد بيجي في اداره نادي الزمالك ده لازم يكون له مقاومات خاصه،
لازم يكون بيستحمل كل حاجه في الدنيا، لان هو لو ما استحملش كل حاجه في الدنيا هيتضرب بس. هو بيتضرب بس. حتى حازم امام قال له ماليش دعوه، ده عليه 2 مليار جنيه، 2 مليار جنيه ديون على نادي الزمالك، ده بقى ضرايب وبتاع مش عارف ايه وشويه حاجات كتير جدا. الانديه التانيه عليها مديونيات برضه، بس ما فيش حد بيسمع عنها حاجه، احنا بس اللي لازم نتفضح. احنا تقريبا بنعمل الفطار بتاعنا ولا الغدا بتاعنا ريحته بتطلع كله بيشم، واخد بالك انت. فموضوع الرخصه امن قلبك، خليك معايا، هناخد رخصتنا، هنروح افريقيتنا وهنهزوها. انا نفسي صاحبي نهز امنيه حياتي 2002 لحد النهارده، نفسي ناخد دوري ابطال. ايوه كده فرحه. انا مش عايز دوري، انا متكيف، ده عاوز دوري ابطال، ناخد دوري ابطال نروح كاس العالم، بس خلاص يتلغي كاس العالم، نص الجمهور يتشل والنص التاني يتجنن. تمام. كانت حلقه على السريع كده، لو عجبتك اعمل لايك وسبسكرايب. احسن زملكاوي في الدنيا. سلام عليكم.